ثروته معدية 30 مليون دولار وعنده ساعات وصلت 2 مليون دولار، فيلا وشقق في أرقى المناطق وأسطول عربيات ومجوهرات وبدل وجزم براندات بآلاف الدولارات. ده جزء بسيط من ثروة المطرب الشعبي حكيم. يا ترى بقى حجم ثروته الضخمة دي اتعرفت ازاي؟ وليه رفض يستثمر فلوسه؟ وناوي يعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ مين اللي هيورث الثروة بعده؟ ايه اللي عمله رجال الأعمال معاه لما عرفوا رصيده في البنك؟ تفاصيل كتير كلها مثيرة هتعرفوها لأول مرة معايا، ما تروحوش بعيد وخليكم متابعين معايا فيديو جديد من حكاوينا. المطرب حكيم بالرغم من انه اتولد في بقه معلقه ذهب علشان ابوه كان عمدة البلد وعنده املاك كتير جدا، الا انه من صغره كان بيسعى انه ينجح ويثبت نفسه علشان ياخد فلوس خاصة، وانه ساب بيته وابوه ما كانش بيديله فلوس يصرف منها. حكيم قعد سنين طويلة عند صاحبه في القاهرة علشان يغني في شارع محمد علي والناس تعرفه والمنتجين يجروا وراه علشان ده الشارع اللي كان بيروحوا الفنانين. ومن اول اجر اخده من شغله في شارع محمد علي واللي كان 3 جنيه وقتها، ففترة كان النجم فيها هو أحمد عدوية، كان حكيم راضي وبيقول بكرة أكبر. فعلا ربنا كرمه آخر كرم، وقدر خلال كام سنة يعمل اسم كبير في مجال الغنى الشعبي. ومش بس كده، لا ده كمان سافر وغنى على أكبر المسارح في العالم، منها المسرح الأولمبية لأي مطرب يتمنى يغني عليه. ده طبعا غير الجوائز العالمية اللي خدها، وطبعا ده خلى المنتجين يتصارعوا علشان يشتغلوا معاه وبالفلوس اللي هو يطلبها، لدرجة انه عمل اعلان وخد فيه اجر مفيش مطرب ولا فنان لحد النهاردة اخده، كان مبلغ خيالي جدا. وبعده رفض حكيم اكتر من عمل فني واعلانات اتعرضت عليه، لانه خلاص حس ان فلوس الاعلان دي عوضته. شارك حكيم في مسلسلات وافلام كمان، ده غير الحفلات اللي كان بيقدمها في مصر والوطن العربي ودول اوروبا، وكلها كانت رافعة شعار كامل العدد. وكمان الافراح والمناسبات اللي بيغني فيها والكليبات والبرامج التلفزيونية اللي بيظهر فيها وبياخد أجر مقابل ظهوره. كل الفلوس اللي خدها حكيم من الأعمال دي كان بيحوشها ويقول للزمن علشان أعمل مستقبل ولادي اللي ملهمش غيري، وغدر الزمن وحش قوي فلازم أأمن مستقبلهم وما يشيلوش هم حاجة. بس في نفس الوقت اللي بيجمع فيه فلوسه ويشيلها في البنك ما بيحرمش نفسه من أي حاجة. حكيم عنده ساعات بملايين، لدرجة ان في مرة الفيلا بتاعته اتلهف منها اكتر من 17 ساعة سعرهم كان 1,750,000 دولار، ده غير الذهب واللابتوب و3 تليفونات وكاميرا فيديو. تخيلوا بقى معايا ان عنده ثروة كبيرة بالملايين من الساعات، ده غير اسطول العربيات اللي قدام الفيلا بتاعته والشقق اللي جايبها في احسن وارقى المناطق. بس خليني اقول لكم ان حكيم كون ثروة كبيرة جدا من الغنى والتمثيل، لدرجة ان رجال الاعمال لما عرفوا حجم ثروته عرضوا عليه يدخل معاهم عالم التجارة ويستثمر فلوسه، بس هو رفض وقال لا أنا ماليش في التجارة، فلوسي دي مستقبل ولادي. أصل يا جماعة حكيم معاه في البنك 30 مليون دولار، تفتكروا حكيم ممكن يغير رأيه ويدخل في مشروع يستثمر فيه فلوس الفترة اللي جاية؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.